مش هيرجع مصر تاني، وجاب شقة جديدة عشان الإقامة في تركيا، والشقة منها للبحر على طول، معدية $200,000 يعني 11 مليون جنيه. بقى بيطلع لايفات على التيك توك. حمدي بقى واحد تاني خالص، فاجئ متابعينه بشقة الأحلام. يا ترى ايه علاقتها بالإقامة في تركيا؟ وايه مصير بيتهم القديم؟ وازاي بيطلع لايفات على التيك توك؟ وليه مش هيتقبض عليه؟ حمدي خلاص ما بقاش عايز يرجع مصر، واستقر هو واولاده ونقل حياته كلها في تركيا، لدرجه انه اشترى بيوت وفلل وشقق ونقل استثماراته كلها هناك. الكل مش مصدق ان حمدي ووفاء اتغيروا بالسرعه دي، والغربه خلتهم يسيبوا اهلهم وحياتهم في مصر ويعيشوا هناك في تركيا، وبدل ما كان ده وضع مؤقت بقى وضع ثابت. مش بس كده، ده حمدي ووفاء اخدوا الاقامه في تركيا خلاص، وهيعيشوا فيها طول العمر هم وعيالهم واحفادهم. حمدي فاجئ متابعينه بانه جاب شقه جديدة في تركيا متشطبة وفي قلب كومباوند موجود فيه خدمات وسبورت ونوادي وجيم وحاجة آخر عظمة، وكل ده عشان يزودوا استثماراتهم العقارية في تركيا ويقدروا من خلالها يتسلموا الباسبور. واتقال في الفيديو إن حمدي اشترى عقار سعره فوق $200,000 عشان بس ياخد الإقامة هو وعياله، يعني بالمصري ممكن تدخل لها في أكتر من 11 مليون جنيه. لكن لو هياخد الجنسية التركية محتاج عقارات واستثمارات فوق $400,000، وطلع بيشجع متابعينه داعمينه على الموضوع ده. أول ما وفاء دخلت الشقة اتصدمت من جمالها، وهي منها للبحر على طول وشرحة وبرحة ومتشطبة، والدريسنج هناك تحسه شقة لوحده، والشقة واسعة جدا أكتر من 3 أوض وصالة وريسبشن كبير جدا. وطبعا الشقق والفيلل دي محتاجة فلوس كتير، فدخل عالم التيك توك وبقى يطلع لايفات في الوقت اللي معظم التيك توكرز اتقبض عليهم والكل بيبعد عنه، وهو دخل فيه وبقى يطلع لايف كل يوم. ومش بس كده، ده بيأمن قبل ما يدخل في داعمين ولا لا، وبيطلع بشروطه زي انه عايز 1000 لايك في ساعة عشان ينضم لللايف ويطلع ليهم، ولما ما بيلاقيش متابعين ولا داعمين ما بيظهرش، وتحسوه فص ملح وداب، ما هو برضه مش هيطلع ببلاش. ومش بس كده، ده اول ما اتقبض على التيك توكرز طلع في لايف على التيك توك وهو حالق شعره زيرو عشان ما حدش يعرفه، وطلع مع اجانب كمان وقعد يسألهم هو ايه اللي بيحصل في مصر، ومحدش بيرد عليه لانه محدش فاهمه لانه ما بيتكلمش الا عربي. حمدي ووفاء خلاص استلموا الاقامة في تركيا وشكلهم مش ناويين يرجعوا نهائي، وده خلى حمدي يطلع على التيك توك بقلب جامد. ما هو مش في مصر فاستحالة يتقبض عليه لو عمل حاجة. حمدي فاكر ان التيك توك زيه زي اليوتيوب وبيتعامل معاه بنفس الطريقة، لكن ما يعرفش ان متابعين التيك توك غير جماهير القناة، لان ده حاجة ودول حاجة، يعني ما ينفعش يطلع يتشرط على الداعمين في التيك توك. والدليل على كده انه نزل فيديو ليه ومفيش حد بيدعمه، وظهر وهو حاطط صوت صرصور الحقل من كتر الهدوء، وان مفيش حد بيتفرج عليه ولا بيدعمه، وشكله كده عمل زي اخواته بقى يطلع لايفات على التيك توك. بس الغريبة انه ما ظهرش مع عائلة حوارات في لايف على التيك توك ولا مرة، وشكل لسه في خلافات وازمات بينهم شغالة، وده لان العيلة كلها متجمعة ما عدا هو ووفاء. يا ترى تفتكروا حسن حوارات ممكن يلم شمل العيلة كلها من تاني برجوع حمدي، ولا خلاص كده بعد الإقامة في تركيا حمدي ما بيفكرش يرجع تاني لأم الدنيا؟ شاركونا في التعليقات.